العروسة السيليكون اللي هتغزو الدنيا كلها وهتخلي الرجالة تستعوض ربنا في الجواز وهيتجوزوا العروسة اللطيفة اللي احنا شايفينها قدامنا دي بالظبط. زي ما حصل معايا كده النهاردة، بتقولي جوزي عايز يتجوز عليا واحدة تانية بس مش أنثى، مش لحم ودم، مش إنسانة، هيتجوز عروسة سيليكون هيجيبها لي من الصين، لو كمان مزودة بخاصية الذكاء الاصطناعي. يعني فيها زي جهاز كده هو هيلبسه، حاجة زي الهيدفون كده، سماعات هيلبسها. كل ما يفكر في حاجة هو عايزها العروسة دي على طول هتعملها له. يعني الدنيا رايحة بينا على فين؟ رايحين في 60 داهية كده. خلاص عليه العوض في الجواز، النسل هيقطع، مفيش حد هيخلف، اللي معهوش يتجوز هيقول بركة يا جامع، هيروح يجيب عروسة زي دي يتجوزها. زي الحالة اللي معانا النهاردة كده، بتقولي طبعا انا ما فهمتش في الاول هي ايه حوار ان جوزها عايز، بتقولي هيتجوز عليا مش بني ادم. فبقول لها يعني ايه هيتجوز عليكي مش بني ادمه؟ يعني مش انثى، يعني ايه هيتجوز راجل؟ قالت لي لا هيتجوز عليا عروسه. فانا برضو ما فهمتش هيتجوز عليك عروسه ازاي؟ ما هي هتبقى عروسه فعلا. قالت لي لا عروسه حضرتك، عروسه سيليكون من الصين وفيها ذكاء اصطناعي، فبتعرف تتعامل مع الراجل ازاي يعني تعمله طلباته. وطبعا دي موفرة جدا، لا شبكة ولا مهر ولا نيش ولا أوضة نوم ولا سفرة ولا عليها طلبات ولا بتاكل ولا بتشرب ولا بتعمل أي حاجة خالص. لقيت جوزها في يوم قال لها بصي، لما تقريبا والله أعلم شاف إعلاناتها، او هي بقى يعني انتي ممكن تكوني منغصة عليه عيشته وعايز يتجوز، فيعمل ايه؟ جاب لها بقى هذه العروسة، قال لها انا هبعت اجيب واحدة تروق عليا. فتروق يا بنتي دي مهما كان يعني هتروحي ولا هتيجي مش بني ادمة، لا احساس ولا مشاعر ولا اي حاجة، زيها زي المخدة يعني. قالت لي لا ما هو حضرتك دلوقتي في تطورات. هي بعتت لي الفيديو بقى ده، يعني هي بعتت لي العروسه دي، انا ما كنتش اعرف عنها حاجه بصراحه. انا عارفه طبعا ان الدنيا فيها عرايس كتير، بس انها توصل للتطور ده ولسه هتتطور كمان فيما بعد، يبقى على الدنيا السلام. خلاص كده كده العالم بينتهي وهنروح رايحين في 60 داهية. ما هو احنا بنوفر دي، فاذا الشباب اللي مش عارف يتجوز طبيعي هيتجه الاتجاه ده وهيرتاح فيه وهيتبسط فيه، فيبقى كده يعني رحنا في داهية. طب هل بقى الموضوع ده اصلا يعني التعامل مع هذا الشيء، هذا الكائن السيليكون لو هم عاملينها سيليكون عشان قال ايه يعني ملبن زي البني ادمين، يعني تمسكها كده كأنك ماسك واحده ست، حلال ولا حرام؟ يعني طبعا انا مش هفتي ومش هحلل هل هو حلال ولا حرام، بس دي حاجه مش طبيعيه، دي مش ده اللي ربنا خلقنا عليه، مش دي الحاجه المتعه اللي ربنا خلقها لنا، مش ده اللي احنا ماشي. احنا مع التقدم ومع العلم ومع كل حاجة، بس احنا ربنا خلقنا وجعل بينكم مودة ورحمة، اللي هو الجواز بقى نفسه. الجواز ده يمشي ازاي؟ يعني دي ماشي انا اجيبها في البيت كخدامة، عنديش مشكلة، تخدم تروق تعمل اوكي، الروبوت اللي طالع ده ماشي تمام، لكن اجيبها استعيض عنها او استبدلها بزوجتي، اللي هو برضو يعني انا مش قادرة استوعب او اتخيل دي تتعامل ازاي. بس هو جوزك فاهم هو جوزك واضح ان هو فاهم هيتعامل معاها ازاي. فهي دلوقتي هي مشكلتها كلها، هي سلمت امرها لله يعني، واستسلمت الامر الواقع. ليه بقى
بص برضو التفكير الغريب بتاع الستات، بتقولي انا فكرت قلت وماله، ما يجراش حاجة اهو. على الاقل بصوا، على الاقل مش هيتجوز عليا بني ادمة، يعني مش هيتجوز عليا واحدة ست انثى تانية، مش هيبقى اسمه متجوز عليا، لكن يجيب دي مش مهم، يعمل معاه اللي يعمله. فانت يعني هو تفكيره غلط وانتي تفكيرك غلط، ويعني عايزين تستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم اللي ركب دماغكم انتوا الاتنين. ويعني هقول ايه، اوجه نداء محدش يستورد الحاجات دي من الصين يا جماعه ارجوكوا، الدنيا رايحه في داهيه. نستورد حاجات تفيدنا، دي هتفيد بايه؟ دي هتودي الدنيا الخراب، الحاجات دي خراب خراب خراب، ما ملهاش قولان تاني. يعني كفايه علينا الشات جي بي تي، كفايه ودانا في 60 داهيه، هندخل ايه تاني ودينا في 60 داهيه اكتر؟ احنا رحنا 60 داهيه اصلا ومحدش مش عارفين نرجع، طريق واقف، فاحنا موجودين في الداهيه، هنروح داهيه ايه اكبر من كده؟ مفيش بقى خلاص. فانا مش عارفه هل من واجبي ان انا دلوقتي اطالب بان محدش يستورد هذا الشيء المريب ده اللي هيخش على عالمنا بالخراب؟ فحضرتك غلطانة وجوزك غلطان، ويعني ايه زي بعضه، ما هو مش هيتجوز عليا بني ادم، هو يجيب دي وخلاص، مش حاجة اسمها يجيب دي وخلاص. انت فين كست؟ انت فين كمراته كواحدة تعملي له اكتفاء يستغنى عن الكون كله بيكي؟ يعني تبقي انت اللي في الكون بس، انت حبيبته، انت مراته، انت عشرة عمره، انت اللي بيحبك، انت اللي بيعمل ايه. لكن ايه اللي هو مش مهم، ما هي سيليكون بقى، ما عروسه سيليكون، مش مشكله. لا مشكله والله، حضرتك لو اعتمد عليها وحب ده مش بعيد يحبها، ما هي حضرتك لا ليها طلبات ولا ليها اكل وشرب ولا زنانه ولا كيكه ولا هي رغايه ولا حاجات كتيره قوي، فهيشتري دماغه معاها، هتبسطه اعملي لي هتديله مزاجه، هتبقى انت يا ماما مع السلامه بره. فوق كل ده مش ده اللي ربنا خلقنا، مش دي الطبيعه اللي ربنا خلقنا عليها. ربنا خلق الذكر وخلق له، ما هو زي ما عملوا عروسه في عريس على فكره، في رجاله، ما هو يعني الاتنين هيبقوا موجودين. وتخيلوا بقى اما الدنيا تتملي بقى من دول، طب ايه بقى؟ ايه اللي ممكن يعني هيبقى؟ يا رب القيامة تقوم بقى ونخلص، اما كل واحد بقى يجيب له الست تجيب لها راجل سيليكون والراجل يجيب له واحدة ست سيليكون وخلاص بقى. تخيلوا كده الوضع هيبقى عامل ازاي يا لطيف. لا ما تتخيلوش يا جماعة، التخيل هيودينا في سكة تانية خالص. فانتي بتفكري ازاي؟ لا طبعا امنعي جوزك عن البلوى اللي هيهببها دي، وخليكي ست، خليكي انثى. واللي بيفكر بالتفكير ده سواء بقى راجل جوزك او اي راجل تاني، يعني اتقي الله. اكيد ده شيء انا مش هفتي برضو في حرمانيته، بس مش ده اللي ربنا خلقنا عليه، فاكيد لو مش حرام اكيد مش مستحب.